خير ما يبدأ به يومك. يا مالك الملك وكلتك أمري واستودعتك همي، فبشرني بما يفرح قلبي ويسر خاطري. طرشوها. يا صباح النور والسرور، صباح الفل وصباح الرزق وصباح الياسمين على احلى اخوات في الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحه واحسن حال. جيت لكم النهارده كده فيديو جديد وروتين جديد، ان شاء الله يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي كده النهارده لازم اشكركم من قلبي على ال1000 مشترك، وعلى مساندتكم ليا وعلى كومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني، وعلى كل حاجه منكم اللي بتفرحني. عايزه اقول لكم ان الرقم دوت انجاز كبير ليا، حتى لو وصلت للرقم دوت بعد 4 شهور يعني كتير شويه، بس صدقوني بعد الصبر جبر، وربنا بيرتب كل حاجه في وقتها الصح. انا عمري ما استعجلت، وكل يوم كنت بقول اللي فيه الخير ربنا يقدمه، وان ربنا بيجيب كل حاجه في وقتها. نبدأ يومنا كده بالصلاة على النبي وبذكر الله، عشان يومنا كده يبتدي براحة وبنفسية كده حلوة ان شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ما تنسوش تذكروا الله في الكومنتات يا بنات، وارفعوا الفيديو باللايك. ولو اول مرة تشوفي قناتي وحبيتيني ما تنسيش تشتركي يا قلب اختك في القناة، وتحطي لي كومنت كده بيشجعني. ابتديت كده يومي ان انا شربت كوباية النسكافيه بتاعتي، الكوباية اللي بتدينا باور وبتدينا كده طاقة نكمل يومنا. وبعد كده شغلت الغسالة، وانتوا عارفين ان انا لما بشغل الغسالة لازم اطلع كده اخلص اللي ورايا والغسالة شغالة. بصوا يا جماعة، الروتين دوت كان قبل الجولة، والمفروض ان انا كنت نزلته قبل الجولة، فقلت لا انزل الجولة الاول وبعد كده ابقى انزل لكم الروتين دوت كده تتشجعوا برضو مني. بعد كده بقى يا بنات دخلت كده شفطت الارض كلها بالمكنسه بالكهرباء، بحس ان هي مش بتضيع وقت. هي المكنسه العاديه حلوه وكل حاجه، بس لما ببقى عايزه انجز واخلص بعمل بالمكنسه بالكهرباء، لان انا كنت نازله الدرس مع ايسر. فاليوم دوت ابتدى بقى بعد درس ايسر. عايزه اقول لكم اليوم كان طويل عليا جدا جدا جدا. بعد ما طلعت من درس ايسر انا قلت بقى خلصت كل حاجه ونشرت الغسيل وكمان لميت بالمكنسه، كنت لما بالمكنسه بره وكده. انا يا بنات السجاده ديت نقلتها بره بقى زي ما انتم ما شفتوا في الجوله، وحطيت السجاده اللي هي الكبيره الصوف الحمراء ديت هنا. فرتبت كده كل الاوضه ديت انا برتبها في اليوم بتاع، يعني في الدقيقه بتاع 10 مرات. طبعا قعدتنا كلها فيها، والاولاد بقى بيطلعوا اللعب وكده، فربنا يا رب يعيننا ويقوينا يا رب على اولادنا، يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب، ويخلي لكم اولادكم ويحفظها لكم يا رب. ويا رب كل اللي نفسه في حاجه ربنا يكبر بخاطره ويحققها لكم، وانا معاكم يا رب. طلعت بقى نشرت كده، وكان يعني ايه يونس واسر كده كانوا صحوا في الوقت دوت، لان انا بحاول اصحصح اسر بدري شويه لما انا ببقى صاحيه بدري. ممكن مثلا اعمل له مثلا فطار سندوتش ياكله، اي حاجه، بس هو من عاده مش بيحب ياكل قبل ما ينزل. ممكن لو عندي كيكه اديله، لو مثلا في نايتي اديله كده. اليومين دول بقى يا بنات والله العظيم يونس مدوخني دوخه ما اقدرش اقول لكم. يمكن انا لسه قايله في اللايف امبارح، اليومين دول ماسك فيا ماسكه، وزنان زن فظيع. انا طول النهار الصداع والله العظيم ماسك دماغي، مش قادره اقول لكم قد ايه كميه الصداع اللي في دماغي. فمش عارفه ماله. بابانا قال لي يعني روحي اكشفي له كده، يمكن في حاجه بتوجعه. بس انا شايفه ممكن تكون دي فتره تسنين وكده، فالتسنين اصلا عامه يعني بيوجع السن، يعني الدرادير بتاعتهم بتبقى وجعاهم وورمه وكده. ولما انا يعني جبت كذا دكتور من على النت وقعدت اتفرجت على فتره التسنين دي، بجد هم مش بيبقوا قادرين اصلا ياكلوا اي حاجه. وفعلا اليومين دول هو مش بياكل اي حاجه خالص، مفيش اي حاجه راضي ياكلها، حتى الزبادي مش بيرضى ياكله. فالله المستعان، ربنا يقوينا عليهم يا رب. بصوا هتشوفوا معايا دلوقتي هو واقف فين، يعني هو واقف لي فين عايزني اشيله. وكان بقى عمال يعيط عياط هستيري، لو كنت والله فتحت الصوت تسمعوا صوته وهو بيعيط، يعني كأن حد بيضربه. بصوا يا بنات هتلاقيه واقف جنبي عايزني اشيله وانا واقفه في المطبخ بعمل الاكل، عايزني اشيله وانا بنشر، عايزني. بس انا كنت عايزه اخلص التنشير بسرعه عشان خاطر انزل الدرس مع آسر، وكنت هسيب يونس مع بابانا، لان كان لازم انزل عشان خاطر كنت هجيب حاجات من السوق. بصوا يا بنات واقف لي فين، شايفين؟ خلصت بقى كل حاجه في البيت قبل ما انزل كده، وروقت ونشرت، وقلت بقى خلاص كده انا هطلع اعمل حبه الغدا واغسل الخضار وخلاص. وادي اليوم التاني ابتدى معايا، لان جوزي وهو جاي من الشغل جاب لي سبانخ.
صباح الفل والنور، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. تعالوا بقى كده، كنت مع آسر في الدرس وكنت جايبه كده حبه مشتريات، قلت بقى ايه تكون فكره يعني. بصوا الفلفل الالوان ده انا بعشقه يا بنات، كده بعشقه، عيش عندي يبقى في البيت، بحطه على اي حاجه، كبده، صدق، اي حاجه بتعمليها، يعني مثلا سلطه، اي حاجه. جايبه ده تقريبا عاملين 7 جنيه ونص، او 5 جنيه. آه، حماتي كانت بعتلي البيزيلا دي امبارح، يعني ربنا يخليها يا رب. وجبت الطماطم دي ال2 كيلو ب10، وفي الكيلو ونص ب10، بس انا جبت كيلو ونص ب10 احلى من اللي هي 2 كيلو ب10. البطاطس دي انا جبتها ب10 جنيه، حلوه قوي، ويعني الراجل ما بغيرهوش. انا عندي بطاطس، بس جبت كيلو كده، قلت ايه كل ما بنزل كده اجيب كيلو 2 كيلو يعدوا من عليا، عشان خاطر يبقى عندي بطاطس في البيت. ماشي. وجبت المكرونه دي، جبت مكرونه عشان اعمل لهم كفته ومكرونه، النص ب 12 جنيه. وجبت البلح ده، كل سنه وانتم طيبين، موسم البلح قرب يخلص. جبت كده البلح دوت عامل 25. جبت بقى البهارات اللي كانت ناقصاني، بودر بصل، بودر توم، وكاري وكركم، بحطه على بعض، وبخلي الراجل يحط لي على بعض ب5 ب10 زي ما انا معايزه. دي بقى، بصوا انا هوريكم حاجه دلوقتي، ديت كزبره للسبانخ، احنا كنا عايزين ناكل سبانخ، جوزي جاب لي يعني من حد يعرفه سبانخ. بصوا يعني انا عايزه اقول لكم ضحك عليه، بصوا السبانخ عامله ازاي، كانها مطبوخه والله، يعني كانها. فهحاول كده على قد ما اقدر ان انا اطلع اللي مش حلو منها. بصوا يا بنات، يعني مفيش حد بيتقي الله كده في الحاجه اللي بيبيعها. بصوا السبانخ، وبيعها له غاليه، يعني انا في السوق عندي ب12 وب10 وفي ناس بتبيعها ب15، هو بيعها له الاتنين ب35. حاولت بقى هنا على قد ما اقدر ان انا اطلع يعني السبانخ الكويسه من السبانخ اللي هي يعني كانت عامله يعني ريحه كده. فبصراحه كده فرستها، طلعت الواحده بوحدتها. طبعا انا قعدت فيها فتره، عشان كده بقول لكم ان يومي ابتدى بعد ما طلعت من درس آسر. بصوا انا كنت واقفه في المطبخ بعد ما خلصت كده وانا بغسل المواعين، كنت حاسه بجد ان ظهري اليوم دوت اتقطم، لان كمان عملت حاجات كتير من ورا الكاميرا. انا لو كنت فاتحه الكاميرا كان الفيديو هيطول قوي معاكم، يعني غسلت الطماطم، وكان في حاجات في التلاجة طلعتها بقى، اللي ما كانش ليه لازمه طلعته، ورحت بقى مسحه رفوف التلاجة وكده. بس بصراحه كنت ساعات بقفل الكاميرا، لان يونس كمان كان معايا في المطبخ، هو وآسر. لو انتوا سامعين في الصوت في الفويس اللي قبل دوت، معلش بقى لو في صوت كده ولا كده، بس انا ايه بنقل لكم يومي، يعني احنا ايه مع بعضينا. فالمهم بقى ايه، حاولت كده ان انا اخلص كل اللي ورايا، يعني اي حاجه في التلاجة انت مش محتاجاها فحاولي تطلعيها على طول، ما تخليهاش عشان بتعمل ريحه. يعني مثلا لو عندك جبنه قريش ديت، احفظيها، بالذات الجبنه القريش يا بنات بتعمل ريحه وحشه قوي في التلاجة. احفظيها في علبه فيها ميه وفيها يعني. انا لما كنت عند خالتي في البلد وكده، فلقيت ما شاء الله اللهم بارك الجبنه القريش عندهم دايما على طول تبقى ريحتها حلوه وصبحه. فسالتها وكده، قالت لي احنا بنحط عليها ميه دافيه، ما تغليش الميه، تدفيها، تحطي عليها معلقه ملح كده وفي علبه، وتعملي زي بتدوبي الملح. انا اسفه عشان آسر بس عنده كحه، فاسفه هو كح. فبتدوبي كده الملح في الميه، وتحطي كده فلفل، يا رومي بقى يا حراق، في الميه، وتحطي بقى الجبنه القريش فيها. اي حاجه بقى في التلاجة تتخلصي منها. عندك طماطم استوت، تطلعيها بقى واعمليها مثلا صلصه. فلفل مثلا هتحسي ان هو خلاص قرب يبوظ، طلعيه بقى واعمليه في الكبه، شوفي اللي بايظ فيه ارميه، واللي مش بايظ اعمليه في توم كده. ماما دايما ربنا يديها الصحه ويبارك لها يا رب، دايما عندها كده برطمانين في التلاجة، دقه للكبده، ودقه اللي هي بقى الايه اللي هي بالكمون، ودقه عاديه اللي هو التوم بس كده بفلفل بملح بس، فاهمين؟ فاللي هو دايما خلي بيتك عمرهم بقى. احنا داخل علينا رمضان، وعايزين تفريزات رمضان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله هننزل كده نشوف ايه اللي احنا هنفرزه محتاجينه، زي قلقاس وسبانخ مثلا وسلق، والحاجات اللي هي ايه تنفعنا بقى في رمضان وكده. وعلى قد ما تقدري كده حوشي لك مثلا من مصروف، لو مصروفك مثلا باليوم ولا حاجه، حاولي تشيلي 5 جنيه، حاولي تشيلي 10 جنيه على جنب. ان شاء الله هنفتح حصالة رمضان مع بعض. انا مش ناسياها، انا وآسر بنحط يعني
2 5 10 50 لما بيبقى معايا يعني. فالحمد لله. هنجيب حاجات ان شاء الله رمضان، بس مش منها، احنا ممكن مثلا نفتح ديت عشان نجيب منها زينة رمضان. نجيب مثلا زرع للعيد، نجيب مثلا كفر، نجيب مفرش، اجيب لآسر ترنج هو ويونس منها. فان شاء الله لو حوشنا مبلغ كبير هقول لكم طبعا وهوريكم انا جبت بيها ايه. خلصت بقى غسلت الفلفل الالوان ده يا بنات، والله العظيم النهارده كنت جايباه مش عارفه الربع ب5 او ب7 جنيه ونص. النهارده نزلت السوق لقيته ب12 جنيه ونص. لقيت البطاطس غلت لقيتها ب12 اليوم دوت، غير اليوم اللي هو بتاع النهارده. فخلصت بقى كده وطلعت. بصوا زي ما انتم شايفين السبانخ زي ما انتوا كده مش شايفيني. الصراحه ما قطعتهاش الاول، غسلتها لان كانت اللي هي الحلوه على اللي مش حلوه، فكانت عامله كده ريحه مش حلوه فيها. رحت قلت بقى لا اغسلها الاول كده وبعدين بقى اقطعها وحطيتها في اكياس. بعد ما حطيتها بقى في اكياس يا بنات حطيتها في الفريزر، وهي اصلا كام يوم كده وطلعتها. قلت اطلع الكيسه الكبيره اعملها واطبخها وكده. فبصراحه لقيتها اللي هي كشت قوي فما كانتش هتكفي يومين. فروحت بقى مطلعه الكيستين اللي انتوا هتشوفوهم معايا دلوقتي وعملتهم، والحمد لله كانت جميله، كانت زي السكر والله العظيم. بصوا انا بعشق بقى الشتاء في اللي هو ان انا ممكن اعمل اكل يومين، اللي هو زي مثلا اعمل سبانخ يومين، اعمل مثلا قلقاس يومين مثلا. مش عارفه ليه ما بقتش هوا بنات صينيه البطاطس زي الاول. انا كنت الاول بحب صينيه البطاطس وكده، ما بقتش الصراحه اهويها. طبعا الحاجات اللي انا بفرزها وكده ماما دايما بتفرز لي، ربنا يبارك لي فيها يا رب. بتعمل لي سبانخ وقلقاس وفاصوليا خضراء، العشق دي بتاعتي الفاصوليا الخضراء. هنا بقى كنت بوريكم ان انا خلصت كل حاجه، غسلت كل حاجه، قطعت الفلفل كمان الالوان وحطيته في علبه احطه في الفريزر. مش بقدر ان انا يا بنات استغنى عنه. جربوها والله. انا الاول ما كنتش بقطعه كده وبحطه في علب او في كيس، لا كنت بخلي الواحده بوحدتها اخد منها حته للاكله واشيلها زي ما هي في الفريزر وكده. لكن لقيتها بقى لما بتدبل وكده ما بتبقاش حلوه خالص. بقيت بقى لما بجيبها كده بروح مقطعاها ومقطعه يعني الفلفل الالوان واحطه بقى في علب. بينفعني جدا. بتطلعي يا دوبك بس بتعملي كده خبطتين عليه، بتنزلي اللي انت عايزاه وبعدين ما تحطيش تاني في الفريزر، لا بيفك ولا اي حاجه، انت كده كده بتبقي مقطعه. قلت بقى النهارده اعمل لهم غدا كفته. كان عندي كده ده يا بنات، كان عندي ايه اقل من نص بشويه، ربع يعني، ربع او ازيد شويه لحمه مفرومه. رحت بقى مزوده عليها بصل كده وقلت بقى اصبحها معاكم. دي ميه بصل اللي انا بحط ايدي فيها دي، وحبه زيت عليها، وتحطي نقطه بابريكا كده عليها وملح وفلفل اسمر، بس ما تكتريش ملح لان انت بتبقي متبله اللحمه. وبصي بقى صبعتها كده على قد ما انت هتاكلي، عايزه تصبعيها اكبر من كده، عايزه تصبعيها اصغر من كده. انا صبعتها كده بسرعه وانا واقفه. ممكن تعمليها قراص اللي هي المبططه، ممكن تعمليها كور اللي انت عايزاه. ممكن تعملوا جنب الكفته ديت صينيه بطاطس بالكفته ورز. ممكن مثلا مكرونه وكفته. ممكن تجيبوا عيش وتعملوا مثلا سندوتشات كفته على طحينه وجرجير. يلا افكار غدا اهوت بقى عشان تحطوا لي اللايك. خلصت هنا بقى الكفته وكنت بعمل المكرونه وكنت بعمل الصلصه. وهنا بعد ما خلصت الغدا يا احلى بنات عملت بقى مكرونه وسلطه كده وبطاطس محمره وكفته، وكان الحمد لله. وهنا ما كنتش قادره احط رجلي الارض. خلصت المواعين بقى اللي طلعت مني كلها، وخلصت المطبخ، خلصت كل حاجه. بصوا فله شمعه منوره. بصوا كان يونس على ايدي لو شفتوا ايده. عايزه اقول لكم ان الفيديو كده بتاعي خلص. يا رب اكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش اختكم اللايك والكومنت اللي بيشجعني، وتشتركوا في القناه لو حبيتوني. اشوفكم في فيديو جديد روتين جديد. مع الف سلامه.